مرحبا متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. هنا راح أسوي هاي الوصفة لعلاج المفاصل. عندي الجوز واللوز والسمسم، وعندي هاي هنا 2 موزات، وعندي 3 كاسات من الماي. هنا أقطع الموز، هنا قطعته، وأضيف الجوز وأضيف السمسم وأضيف اللوز، كل هذا أخلطه سوا، وأضيف 3 كاسات من الماي. هنا ضفت 3 كاسات من الماي وأظل أخلط بيها. بعد ما تخلطون بهاي الوصفة، هاي يشربونها، يعني هاي لعلاج المفاصل، هشاشة العظام. فحبيت أنزلكم هاي الوصفة ومفيدة. هنا خلطتها، هذا شكلها بعد ما كملت. طبعا اليوم أنا عندي هذا الروتين. هاي هنا عندي ثاني شي، حضرت حمام ال40 الحفيدي يزن. حضرت الورد المحمدي والحلويات، الشكر والحليب، وهذا عندي الشكر الإيراني والقرآن، أي شي عندكم تخلون، الوريد، عطر، أي شي تسووه. هذا حضرته حمام ال40 الحفيدي يزن. طبعا هذا الفيديو منزلته قبل تقريبا 15 يوم، فأني كنت مريضة وسويت عملية لعيوني ومحتاجة دعواتكم. اي فصار تقريبا 15 يوم هذا الفيديو اني منزلته، بس اليوم نشرته. هذا القرآن مفتوح. الله يحفظك حبيبي يزن. خليها طبعا بالماي قبل لا أسبحه. خليت اني الورد المحمدي أو سباحة يزن. هذا الورد المحمدي جبته وياي من إيران، وهنا أنا سباحة اليزن. قلت لكم هذا الفيديو نزلته تقريبا قبل 15 يوم. إيه هنا أنا هم رحت المستشفى بالنجف، سويت عملية العيون على حسابي. بعد ما كملت العملية دخلنا هنا للمطعم. مطعم هذا بالنجف عندهم الكباب شي يعني كلش طيب. اسمه فؤاد الميسائي تقريبا. اي فؤاد الميسائي. اي فهنا دخلنا المطعم، والمطعم كلش نظيف والأكل عندهم كلش طيب. أنا هنا طلبت كباب بالدجاج، طبعا أنا كباب اللحم ما آكل، فحبيت أسوي لكم هذا الروتين، يعني كل هذا دمجته سوا. هاي هنا بعد ما طلعنا من المطعم، من العفو الدكتور، من المستشفى. هنا حبيت أصور لكم شوارع النجف. رجعنا يعني بالليل لبيتنا. قلت لكم محتاجة دعواتكم إلي. مرينا
احنا طبعا أخذنا آش وهريسة، أخذتهن وياي للبيت، واحنا نحب الآش والهريسة. سلامكم العافية حبايب قلبي.